مرحبا، كيفكم؟ اليوم وصفتنا هتكون المعمول بالسميد. هنعمله بالتمر وهنعمله كمان بدون طحين ولا خميرة، وهيطلع معنا هش وطري بهذا الشكل. لو انتي بتعمليه وبيطلع معاكي ناشف وكمان لسه مبتدئة فيه، تعالي شوفي لآخر الفيديو، أعطيك شوية أسرار لحتى يطلع معنا بهذا الشكل طري وهش، وعن جد ولا أروع من هيك بطعم. وقبل ما نبلش لا تنسي اللايك والاشتراك في القناة إذا أنت لأول مرة بتشوفيني. ويلا نبلش الطريقة. عندنا هنا 3 كيلو سميد فرخة ناعم بهذا الشكل بيطلع السميد. طبعا احنا بدنا اياه فرخة لحتى تزبط معنا الوصفة. وعندي هنا مقدار 3 كاسات مية سمنة حيواني مع زبدة. إذا أنت بتفضلي الزبدة في الكعك بتضيفي زبدة، وإذا ما بتفضلي مو مشكلة، سمنة لحالها. طبعا احنا هنا بنقلب لحتى كله يتشرب شوية ونبسه بعدين. طبعا هون السمنة بتكون على درجة حرارة المطبخ. هنا هنبس كويس لحتى كل السميد يتشرب من السمنة وتفتح معنا بعدين بهذا الشكل. بنبس الكعك. طبعا لازم تبسي كويس وتشوفي من تحت، بتطلعي كل اللي تحت لحتى كله يكون في سمنة مثل هذا الشكل. بتبسي. طبعا هنا احنا هنبسه وهنخليه 3 ايام او يومين، طبعا على حسب ما انت بدك. بس كل ما انت بتفوت المطبخ ساعة ساعتين بتبسيه شوية لحتى حبة السميد كلها تتفتح معنا. احنا هنا خلصنا من البس. هنغطيه بكيس نايلون طعام ونحاول نغطيه كويس لحتى ما يوصله هواء، لحتى ما ينشف. نغطيه كمان بفوطة نظيفة ونتركه يومين 3 ايام. وزي ما قلت لك كل ساعتين 3 بنحاول نبسه مرة ومرتين 3 في اليوم لحتى تفتح معنا حبة السميد. عندنا هنا تمر جاهز بدون نوى. طبعا انا اشتريته جاهز. هستعمل 2 كيلو 2 كيلو تقريبا، يعني على 3 كيلو سميد كويس. هون هحطها بصحن لحتى اضيف باقي المكونات واعجنها. هنضيف هنا 2 كبار من القرفة المطحونة. طبعا انت فيكي تضيفي هيل مطحون، بس انا بفضل بس القرفة لحتى يكون طعمها بس قرفة. وهون عندي 2 معلقة من السمنة، بردك السمنة الحيواني. هون احنا بنضيف السمنة لحتى نعطي التمر ليونة وما تكون ناشفة جوا حبة المعمول. وبضيف هون كمان 1 معلقة صغيرة من الزيت لحتى يعطينا كمان لمعة وطراوة. وهنعجن كويس لحتى كله يتجانس مع بعض، السمنة والقرفة والتمر، وتطلع معنا عجينة كاملة بهذا الشكل. هون خلصنا من العجن. طبعا هنكور على حسب القالب اللي عندك. انا تقريبا قوالبي بتكون وسط، مش كبيرة ولا صغيرة. بحاول اخلي حبة التمرة بهذا الحجم. هنكور كل الكمية ونشوف بعد هيك شو نعمل. خلصنا كل الكمية وهيك طلعت معنا، وكل الكور تقريبا نفس الحجم. جهزناها ونخليها على جنب. وهنا طلعنا وشفنا العجينة. طبعا السميد
هنا تقريبا تشرب كلها سمنة، وصارت الحبة كتير طرية، وبتضغطي على السميد بتلاقيه عن جد تماسك معاكي، كله تشرب من السمنة، وصارت الحبة السميد هشة اتفتحت معنا. هون عندي المحلب. إذا أنت ما بتعرف المحلب، هو بكون حبوب زي هاد، بتجيبيه من عند العطار بهذا الشكل بيطلع. احنا هنطحنه وناخد منه بس معلقتين كبار. طحنا المحلب، هناخد منه بس معلقتين كبار منه. أضفنا معلقتين، وبعد هيك هنضيف كمان معلقتين من الكبار من حوايج الكعك اللي هي البهارات الكعك. طبعا فيها ينسون وشومر ومستكة. كل هاي البهار مع بعض بتكون هي طبعا بتتباع في العطار، هي حوائج الكعك أو بهارات الكعك. ضفنا معلقتين وقلبناهم كويس، وهيك خليهم على جنب لحتى نجهز الحليب اللي هنضيفه ونعجنه بالسميد. هنا ضفت 4 معالق كبار من السكر. طبعا السكر الموجود عندك، مش شرط ناعم. هنضيف 4 معالق كبار، وكمان هنضيف 4 معالق من الحليب البودرة. بعد هيك هنضيف كيس فانيلا، تقريبا معلقة كبيرة من الفانيلا. طبعا هذا اختياري، بس أنا هنا ضفته في المكونات الجافة. وهنضيف هنا تقريبا 3 كاسات مية كبار، مية عادية من الحنفية، ما تكونش طبعا سخنة ولا فاترة، مية عادية. هنضيف ونحرك ونقلب كويس لحتى كله يدوب مع بعض. هنا بعد ما قلبنا الحليب هنضيفه على السميد، هنضيفه بالتدريج شوية، وهنعجن بالسميد بهذا الشكل. طبعا هنا ملاحظة، بدناش نعجن كتير بالسميد لحتى ما يخرب معنا العجينة وتزبط معنا. احنا بس هنا هنلم العجين لم، مش عجن. زي ما انت شايفة انا مش هقطع الفيديو، هخليه لحتى تشوفي كيف انا هعمل العجينة. هعمله بس لم زي ما انت شايفة، هنعمله لم. طبعا هنلمه من تحت لفوق، وبالتدريج نحط الحليب. طبعا زي ما انت شايفة بلم العجين لم، مش عجن. طبعا انت اكيد بتعرفي كيف بطريقة اللم والعجن. زي ما انت شايفة من تحت لفوق بلم العجين. طبعا العجن غير اللم، اكيد بتعرفي كيف العجن وكيف اللم. اهم اشي المعمول ما يتعجن لحتى لا يطلع معنا بالاخر ناشف ومش مظبوط. ولما تشوفي انه ممكن يكون الحليب زيادة ما بيهمك، لانه السميد بيشرب الحليب، كل الحليب هيشربه، وهتطلع معنا العجينة نتيجتها رائعة. بهاي الطريقة هتعملي العجينة. هنا تقريبا شرب كل الحليب مثل ما انت مش شايفة. تقريبا العجينة قربت تجهز. انت طبعا بتشوفي عيونك كيف وملمس ايدك كمان، هتشوفي انه السميد تشرب.
وهتحسي كمان ملمس العجينة صارت طرية. هيك تقريبا جهزت معنا العجينة. هنا جهزت، بتطلع معنا بهذا الشكل. طبعا ما بتمط العجينة، بتحسيها انها زي المفرولة هيك، وبتقطع معك بسهولة وما بتمط، وبتتشكل معك بكل سهولة وطرية. هيك بتكون ناجحة العجينة. اهم اشي انها ما بتمط. مثل هاي هيك النتيجة بتكون. هيك جهزنا العجينة وخلصنا. هنريحها تقريبا 10 دقايق مش اكتر. هنغطيها بالفوطة النظيفة، وبعد ما ارتاحت 10 دقايق هنجهز للقوالب. طبعا عندي انا قوالب بلاستيك، فيك انتي تستعملي القوالب الخشب والقوالب الحديد كمان. انا عندي البلاستيك مثل هذا الشكل عندي. انا هستعمل القوالب الصفرة هاي. وعندنا كمان الماكينات القوالب هدول. طبعا هدول بنعمل فيهم المعمول والكعك بسهولة. انا مش هستعملهم. وعندنا كمان الملقاط اللي هو بتشكيل الكعك التقليدي. هشيل القوالب هاي واستعمل بس هدول. هيك احنا جهزناهم، نحطهم على جنب. وهون عندنا العجينة جهزت، وهون عندنا كمان التمر. وهنا هنجيب قطاعة خشب عشان تسهل علينا الدق عليها. وهنا هنقطع العجينة على حسب ما القالب تبعك. أنا هنا قطعت على تقريبا وسط بهاي الطريقة. ونحط التمر جوا بالنص، ونلفها ونكورها بهذا الشكل، ونجهزها. ونعمل كمان واحدة بنفس الاشي. هنحط التمر بالنص ونكورها. هنا بشيل بواقي صغيرة من العجينة، وهيك بنشكل العجين. نعمل كمان ثالثة، نحط التمر في النص، نشيل الزوائد ونكور. تطلع معنا بهذا الشكل. احنا هنعمل شوية، انت فيكي تعملي شوية او كتير على حسب ما انت بدك. بس ملاحظة ما تعرضي العجينة كتير للهواء لحتى ما تنشف معاكي وتسهل معاكي بالتشكيل بالقالب. احنا هون هنعمل شوي لحتى ما نطول عليكم بالفيديو. هنحط بالقالب العجينة ونضغط ضغط خفيف لحتى ما تلزق معنا، وندقها على الخشبة وتطلع معنا بهاي الشكل. طبعا النقشة ما بتروح من العجينة، بتضلها على نقشتها. ضغط خفيف وندق وتطلع معنا العجينة مثل هاي حبة المعمول. طبعا شكلها ولا أجمل من هيك. هنعمل الكمية كلها ونرجع لكم. وهيك خلصنا كل العجينة وشكلنا المعمول كله، وطلع معنا الأشكال هاي. طبعا الأشكال هاي والنقشات ما بتروح. طبعا هنسخن الفرن، هيكون سخن على درجة عالية ويكون ساخن مسبقا. ونحطه بالرف الفوقاني، نحمره فوق لحتى النقشة تضلها زي ما هي، وبعدين نحمره من تحت
وطبعا مع التحريك المستمر لحتى كل الجهات تطلع لون ذهبي حلو وما يحترق منا اشي. ونضلنا نلف بالصواني بالاخر يطلع معنا بهذا الشكل. وهي النتيجة خلصنا منها وخلص وجهز. وبعد ما يبرد تماما بنشيله من الصواني ونحطه بعلب حافظات طعام إلها غطية محكمة، ونشيلهم ونستعملهم. طبعا هنا زي ما انت شايفة الكعكة والمعمولة تحميرها ذهبي لون حلو، وهنا المعمولة هشة وطرية، وعن جد طعمها ولا أروع من هيك. إن شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم، وهنشوف إيش الأسرار هسه بنحكي عليها. وهنا فيكي كمان تحطي سكر بودر بس على الكمية على القد لحتى السكر ما يتغير بعد هيك، والمعمولة تضلها حبتها حلوة. الأسرار هي إنك لا تعجني كتير في السميد، العجين كتير، العجن بخليها تمط وتنشف معاكي. طبعا كمان الفرن له دور، لازم يكون حامي مسبقا ويكون على درجة عالية. وكمان عندنا هنا التعريض للهواء بعد ما انت تخلصي بنشف حبة المعمولة، ولازم تحفظيهم بعلب بلاستيك لحتى تضلها طرية. وكمان الطحين له دور في تنشيف العجين على حسب كمية الطحين اللي بتحطيها في المعمول. بس أنا بفضل إني أعمل معمول بدون طحين. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، إن شاء الله صحتين وعافية وبالتوفيق للجميع.